السلام عليكم، أهلا بكم في الحلقة الثالثة من كورس تعليم فيديوهات السبورة البيضاء أو وايت بورد أنيميشن. اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن التعريف بواجهة البرنامج وكل الأدوات اللي قدامنا دي بنستخدمها ازاي ندخل اللغة العربية في البرنامج. واتعلمنا ازاي نتحكم في الصورة وتفاصيل الصورة. النهارده هنتكلم على المورف. احنا كنا قلنا مثلا في صورة زي دي لو انا هتحكم فيها يا اما بتترسم او بتحصل لها موف ان، بتتحرك تيجي من اليمين او من الشمال او من فوق او من تحت، بيحصل فيد ان او بتظهر في مكانها. واخر حاجه قلنا المورف ده وهنعمل له فيديو لوحده. تمام. فالفيديو النهارده هتكلم فيه عن المورف، ان شاء الله مش هيكون فيديو طويل، بس المورف ده مهم جدا وحاجه لذيذه جدا، يمكن مشابهه شويه في شكلها لحاجه لفيديوهات الكرتون انيميشن او اللي هي اللي فيها الكرتون، حركه الكرتون يعني. فهنشوف دلوقتي بنعملها ازاي. لو انا مثلا عايزه هخليها مع العربيه دي، عايزه اعمل حاجه كده، عايزه اجيب هرسم طريق. ماشي، تعالوا بقى نفتكر كل حاجه مع بعض ونطبقها. اول حاجه هختار صوره من هنا، وعايزه اجيب طريق فهجيبه من البحث بدل ما ادخل من جوه. تمام، هذا الطريق. انا الطريق ده هعمله كده وهكبره شويه او خليه كده عادي. لا مش ده اللي انا عايزه اعمله، خلينا نجيب طريق تاني. عايزه اجيب فكره طريق عربيه بتيجي من بعيد لقدام، بالتالي بتبقى صغيره وبعدين تكبر. ده مثلا. تمام. وبرضه هجيب عربيه تانية غير دي خالص. يبقى واجهتها لينا يعني. برضه كل الموضوع معتمد فعلا على الفن بدرجه كبيره يعني. دي فالعربيه لما بتبقى جايه من بعيد بتبقى صغيره، فانا بصغرها، بعمل لعب بالايه، تلاعب بصري كده. فاجيب العربيه من بعيد صغيره، وبعدين عايزه اجيبها بتقرب. اول حاجه بعمل كوبي من هنا زي ما قلت او من الماوس، وبعدين اعمل بيست. هلاقيها هنا، احركها قدام واحركها اخليها اكبر شويه اساس انها قربت. ماشي، وبعدين اعمل بيست تاني. انا كده كده عامله كوبي، واجيبها هنا قدام واكبرها اكتر. تمام. انا كده بقى عايزه اجيب العربيه بتتحرك من هنا لهنا. اول حاجه لازم اتحكم عشان ما اضيعش الدنيا بالنسبه لي. قلت اول حاجه بتحكم فيها هي الكاميرا، فلازم انا هكبر الطريق شويه وهقفله بقى. انا قلت بقفله، بعمل له لوك عشان ما يقعدش يتحرك وانا بتحرك. واعمل الكاميرا على واجهه الشاشه دي، واخلي برضو العربيه دي الكاميرا بتاعتها هنا، كذلك العربيه دي وكذلك العربيه دي، وابدا اتحكم فيه. اول واحده خالص ممكن تترسم عادي او اعمل لها فيد ان. يعني ايه فيد ان؟ يعني تظهر في مكانها. انا كده اعمل لها فيد ان، هتظهر في مكانها والحركه بتاعتها هتبقى ثانيه واحده. ماشي. انا دلوقتي بما اني في نفس الواجهه فممكن الترانزيشن اخليه زيرو، مش لازم ترانزيشن خالص. واخلي البوز يعني اخليها تقف ثانيه. هنا الحركه اخليها ايه؟ اولا انا عايزه اخليها مورف. مورف يعني انا زي ما قلت بتتحول من اللي ورا دي اللي قدام. فهو بيسالك انت لما تتحول عايزه تتحول من انهي صوره؟ انا هختار الصوره الاولانيه دي اللي هي اللي قبلها على طول، فخليها تتحول من الصوره دي. طيب وبيسالك لما تتحول عايز الصوره الاولانيه خالص تختفي ولا تفضل موجوده؟ فانت هتبقى عايزه تختفي عشان تبين انها اتحركت، فهتعمل كلير ايتم. هو عامل لك عليها صح. تمام. لو مش عايزه تختفي وتفضل موجوده هتسيب كلير ايتم دي زي ما هي. خلاص. وخلي بقى الحركه بدل ما تبقى بطيئه كده خليها برضو ثانيه او ثانيتين. تمام. وبعدين العربية اللي بعدها هعمل نفس الكلام، هعمل مورف واخليها على اخر حاجة. دي ولا دي اخر حاجة؟ يعني هتتحرك من هنا لهنا ومن هنا لهنا، فهخليها اخر حاجة خالص. وبرده كلير ايتم، واخلي الحركة ثانية واحدة. تمام. صح. نبدأ نشوف بقى كده الفيديو هيشتغل ازاي معايا. دي برضو خليها ثانية، بس دي هتترسم. طريقة الرسم قدامي، العربية هتظهر فيد ان، تبدأ تتحرك، راحت لقدام، تبدأ تتحرك تاني، راحت لقدام. طيب في حاجتين انا ممكن اكون مش عايزه اعملهم. ايه هما؟ اول حاجه انه هي بتتحرك ما تتحولش اللون الاسود ده، فانا بشيل ايه، بشيل الانيميشن دي، بقللها شويه. خلينا نقللها كده ونشوف. طيب نشيل الانيميشن خالص ونشوف. نطت. نخلي الترانزيشن هنا نزيد شويه.
نطت برضه. يبقى هو الحل ان انا اسيبها، اشيل الترانزيشن خالص عشان ما تستناش. وممكن كمان اشيل، وهنا هشيل اخلي الانيميشن عادي ثانية او نص ثانية عادي، واخليها واشيل الترانزيشن من هنا، وهنا اخلي الانيميشن والبوز تمام. نرسمها تاني كده. العربية هتظهر بعد كده تبدأ تتحرك. طب لو انا عايزاها تتحرك على طول ما تفضلش تقف كده، هخلي البوز ده يبقى صفر، وهنا مفيش ترانزيشن. نشوف بقى كده، هتفضل تتحرك 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 لحد ما تطلع قدام. تمام. انا بتنقل على فكره من الصوره دي وانا بعمل تعديل. ممكن اتنقل من تحت بدل ما اخرج بره وارجع افتح الصوره. تمام. انا ممكن لو انا متضايقه من ان الصوره بتبقى ابيض واسود مش الوان، ممكن اعمل حركه ظريفه ان انا اخليها اصلا من الاول اوت لاين كده، او جري ستايل، او اخليها اوت لاين اللي هي صوره من غير الوان اصلا، واروح هنا واخليها من غير الوان برضو، واروح قدام هناك واخليها برضو من غير الوان، بحيث ايه، نشوف بقى كده هتتحرك عادي، هيبان انها بتتحرك. تمام كده. هي دي فكرة المورف يعني. طبعا مش بتبقى ظابطة زي الكرتون بالظبط، لكن هو ده فكرة المورف. طيب، في حركة تانية بتبقى أحسن من المورف على فكرة. لو أنت عايز تحرك حاجة، هي حركة الموف إن. يعني أنا مثلا ببساطة عايز أحرك عربية على طريق، أنا هجيب الطريق أهو، أكبره شوية. تمام. وهثبت الكاميرا عليه، وأجيب العربية التانية دي، أحطها هنا، وخلينا نجيب عربية من الجنب خالص. هي دي يعني بزاوية شوية. نجيب عربية من الجنب، أو من الجنب كار دي مثلا. انا عايزه اجيب العربيه دي، اجيبها بتتحرك كده من هنا لهنا. اما اعملها بالمورف يعني اخليها تظهر هنا وبعدين تتحرك تروح هنا، او في طريقه بسيطه خالص جدا 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 وجميله جدا. انا اول حاجه اخلي الكاميرا تثبت على الشاشه دي. تاني حاجه هجيب العربيه واخليها تعمل موف ان، وموف ان حركتها تيجي من هنا لهنا، بخليها تيجي من هنا من الشمال لليمين. تمام. واسيب الحركه بتاعتها بطيئه خالص عشان تبان انها جايه ماشيه، يعني العربيه بتتحرك. تعالوا بقى نشوف كده هتيجي ازاي. اهي بص، طريقه رسم قدامي العربيه هتيجي كانها ماشيه بالظبط، ان حركتها بطيئة وهي جاية من الشمال. تمام. ده ببساطة. طيب، برضو انا عايز استخدم المورف، عايز اجيب شخص كان زعلان واخليه فرحان. هجيب مثلا ساد، ده مثلا اهو، وعايزة اخليه فرحان. انا كنت جايبه فرحان قبل كده اهو. عايزاه يكون بيتحول مش بيترسم، برضو بالمورف. انا هثبت دي على دي بالظبط بحيث ما يبانش اي اختلاف، ما يبانش ان هو اتحرك من مكانه. تمام. واخلي الكاميرا برضو ثابته على الاتنين، واقلل الوقت بتاعهم، واجي على ده هقلل الوقت بتاعه برضو عادي، بس انا هعمله مورف. مورف، واخليه من اخر صوره خالص اهي. بفضل امشي تجيب اهي اخر صوره، واخليها كلير برضو ايتم انها تتشال او تتمسح. تعالوا بقى نشوف كده. انا عايزاه اتحول من الفرح، من الحزن للفرح، هيترسم زعلان بعد كده. طيب، المشكله بقى ان هو خلي بالك برضو الحركه دي بتحصل ليه. برضو نقولها بالمره، شيء بشيء يذكر. عشان كلمه زوم ات اند دي انا لو شلتها هتفضل ثابته مكانها، مش هيكبر لي ويجيب لي البروجكت كله. طيب، انا عايزه اشيل الترانزيشن ده، ملوش لازمه. وكمان الانيميشن اقلله كمان شويه عن كده. تمام اهو. ماشي. ممكن اشيله خالص، وكده هيتحول من زعلان لفرحان. تمام. شفتوا الفكره؟ دي فكره مورف. برضه نجيب حاجه مرسومه بالايد، دي اللي هتبقى يعني المورف ده بصراحه ميزته في الحاجه المرسومه بالايد اكتر، هي اللي التحول بتاعها بيكون افضل. انما للاسف الحاجه اللي بتبقى متلونه بيبان فيها الحركه الرخمه اللي بتبان دي. تمام. فممكن نجيب الحاجات اللي هي بالكرتون، كرتون زي دي كده.
لو هجيب كده دي مثلا اللي هي بشاشة تانية واخليها تتحول، نعمل الكاميرا عادي واجيب شاشة كمبيوتر تانية بحيث يبان مثلا ان في حصل اختلاف. دي مثلا وهبدأ أغير الحركة، أخليها درجة واحدة، ثانية واحدة، وهنا هعملها مور وأجيب آخر صورة خالص اهي وأعمل لها كلير طبعا وأخليها مدتها ثانية واحدة. وأهم حاجة منساش أعمل الكاميرا عشان الدنيا ما تبص مني. أبدأ أشغل، أول واحدة هتترسم، تاني واحدة هتتحول كده. هو ده فكرة المور ببساطة. تمام، ودي حركة اللي أنا كنت حابة أعملها، وقلت إن المور فكرته إنه بيبين الحركة، لكن زي ما أنا قلت حركة الموف إن دي بتبقى بصراحة أفضل كتير، يعني بتجيب لي اللي أنا عايزاه، وده بيرسم لي الطريقة أهو، بتجيب لي اللي أنا عايزاه بطريقة يعني أشيك كتير صراحة من المورف. بس هما المفروض عاملين المورف دي عشان تبقى زي الكرتون أنيميشن كده، يجيب لك الحاجة وهي بتتحرك، لكن زي ما احنا شايفين الموف إن أحسن إزاي. فلو عايز تعمل حاجة زي كده الموف إن يفضل طبعا. ده المورف ببساطة. ممكن نطبقه مع بعض ونشوف لو في حاجة وقفت قدامنا تسألوني فيها وانا اتكلم عنها ان شاء الله. بس كده، فيديو بسيط، وشكرا لكم، سلام عليكم.